على هذه المؤسسة الثقافية التي تقع في منطقة وادي الليل الشعبية جنوبي العاصمة، وقع اختيار جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج لعرض فيلم وثائقي بعنوان مودان بالأمل، الذي يروي قصة طفل تونسي لم يتجاوز عمره 17 عاما وقع تجنيده من قبل تنظيم إرهابي ليلتحق بساحة القتال في سوريا، تاركا لوعة في صفوف أفراد عائلته. العرض الذي حضرته مجموعة من الأطفال والشبان يندرج في إطار مشروع أطلقته الجمعية لتوعية الشبان والعائلات في مختلف مدن البلاد بمخاطر الاستقطاب من الشبكات الإرهابية. كان عندنا مشروع برنامج كنا نمنوا به بالتو بشويه قاعدين نحقوا فيه انه نذهب الى الشباب، نذهب الى وليداتنا، نذهب الى اخياتنا باش ان نوعيهم انه التطرف وشبكات التجنيد والارهاب هي حاجه مخطره لبلادنا، مخطره لعائلاتنا، مخطره للمجتمع نتاعنا. متطوعو الجمعية الذين يشرفون على تنظيم العروض في مختلف مدن البلاد يقولون إن هدفهم الأول هو تحذير وتوعية الشبان والأطفال بخطر الدعاية التي تبثها التنظيمات الإرهابية، وهو ما نجح فيه رائد من خلال تجربته مع أحد الشبان المغرر بهم. اكتشفت انه حامل الفكره ذايا، وكانت كان المؤسسه كامله وقتها الهدف نتاعنا هو الشاب هذايا وتعديل سلوكه وتمكينه من تقنيات السينما باش يوصل يبدل الفكره ذاك. العروض التي تنظمها جمعية إنقاذ التونسيين بالخارج تلقى اهتماما كبيرا من قبل الأطفال الذين لا يكتفون بالمشاهدة، بل يناقشون مضامين الأفلام ويبحثون في أسباب ظاهرة التحاق عدد كبير من أقرانهم بالتنظيمات الإرهابية. يحاولوا يوعوا ولدهم، يتبعوه، يراقبوه، معناها ينجموا حتى يوصلوا ما يخرج كان هو معاهم. علاش؟ على خاطر ولدهم وصل عمل محاولة مع الإرهاب، خاطر الأطفال صغير. أنا توا مثلا لقيت دار شباب، لقيت مدام نجاة، لقيت مؤثرين نتاعي استقطبوني لأن فهموني برشا حاجات، وعوني بالمخاطر هذه. التحاق الشبان والأطفال بساحات القتال في الخارج هو التحدي الذي تواجهه تونس منذ سنوات، حيث قدرت تقارير دولية عدد المقاتلين التونسيين في الخارج بأكثر من 3000 مقاتل، وهو ما دفع بعض المنظمات المدنية إلى انتهاج وسائل ثقافية لمواجهة هذا الخطر. تستغل جمعية إنقاذ التونسيين بالخارج دور الشباب والثقافة في المناطق المهمشة لتنظيم عروض تسعى إلى نشر الوعي لدى الشباب من مخاطر الانزلاق وراء التنظيمات الإرهابية المتشددة. من العاصمة التونسية، توفيق العياشي، الحرة.